السلام عليكم. عايز اتكلم معاكم بسرعه في الفيديو ده على تشكيل الزمالك لسه نازل حالا. هو تشكيل جديد او طريقه لعب جديده بيقدمها بيسيرو النهارده في ارض الملعب. محمد عواد حراس المرمى. خط الدفاع بنتايج، الونش، صلاح مصدق، حسام مجيد. نص الملعب عمر جابر، محمد شحاته، دونجا. خط الهجوم عبد الله السعيد، الجزيري، احمد سيد زيزو. متواجد النهارده في الاحتياطي بتاعنا محمد صبحي، احمد حسام، محمد حمدي، احمد محمود، الوين، الجفالي، مصطفى شلبي، ناصر منسي. متوقعين ان طريقه لعب الزمالك النهارده تكون عامله ازاي في ظل التحديث التشكيلي اللي قام بيه بيسيرو النهارده؟ وجود ثلاثه في خط الدفاع، فانتم شايفين النهارده الزمالك هيكون موجود ازاي في ارض الملعب النهارده؟ وايه رايكم في التشكيل؟ برضو تشكيل الاهلي لسه نازل. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد كوكا، اكرم توفيق، رامي ربيعه، اشرف داري. نص الملعب احمد رضا، مروان عطيه، امام عاشور. خط الهجوم عندهم حسين الشحات، محمد عبد الله، جراديشار. انتوا شايفين التشكيله دي سواء الزمالك او الاهلي هيكون موجود ازاي في ارض الملعب، او الشكل هيكون ازاي في ارض الملعب؟ وايه رايكم في تشكيل نادي الزمالك؟